مساء الخير. النهاردة في فقرة رياضية أنا بقدمها لحضراتكم جميعا. الفقرة دي فيها 3 نقاط. النقطة الأولى مباراة مصر وبلجيكا، كانت أجمل مباراة فعلا كانت أجمل مباراة، وفعلا منتخب بلادي شرفنا، وفعلا منتخب كان يستحق إن هو يدخل كأس العالم 2022، يستحق فعلا عن جدارة، بس هو للأسف ضيع حقه. تمام، دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، النهاردة كأس العالم هيبتدي وهنشوف متعة الكورة مع متعة الجمهور مع متعة الملاعب. فعلا شهر جميل من المتعة في الكورة. ثالث نقطة والأهم، النهاردة وأنا أنهيت عملي وأنا ماشي شفت إعلان لفت انتباهي لدرجة أنا وقفت قدامه بس بستقرأ ايه اللي هيتم. الاعلان ده عودة الباشمهندس محمد فرج عامر مرة تانية لخوض انتخابات نادي سموحة يوم الجمعة 25/11/2022. فعلا الراجل ده يستحق ان هو ينزل الانتخابات ويكتسح اي حد واقف قدامه، عشان فعلا الراجل ده عمل نادي سموحة الرياضي مش الاجتماعي. احنا كمشجعين كورة عمرنا ما كنا بنسمع عن شيء اسمه سموحة في الدوري، كنا بس بنشوف نادي سموحة الاجتماعي. لكن المهندس فرج عامل الشهير بفرج الله قدر يحقق معجزة قوية جدا، وهو ان هو يدخل سموحة الدوري. لما سموحة يلعب اي فريق من فرق الدوري المصرية، ده دخل التاريخ الرياضي وكتب اسمه من حروف من ذهب في سجلات التاريخ الرياضية. النهاردة احنا بنشوف سموحة لما العمل السيء يرتكب والراجل ده يمشي، او ان هم يفرطوا في الدوري ويسيبوا الدوري، هم كده هدموا النجاح بتاع الباشمهندس فرج. فأتمنى إن احنا نشوف نادي سموحة الرياضي القوي الجميل. تمام؟ رابع نقطة حبيت أضيفها، إن ميزة دوري النجوم، دوري الشهرة، دوري الأضواء الكاشفة. أنا مرة كنت في سبورتنج بسأل حد من نادي سبورتنج، بقول له حضراتكم ليه مش عايزين تدخلوا نادي الدوري؟ فرد عليا قال لي احنا مش عايزين. فالمفروض كنت اساله السؤال ده، بس للاسف الوقت ما سعفنيش. كنت هقول له هل انتم مش عايزين تدخلوا ولا مش عارفين تدخلوا؟ اي حد عارف يدخل الدوري عمره ما فرط في الدوري. شكرا. هي دي كانت الفقرة الرياضية بتاعتنا. شكرا، مع السلامة.